السلام عليكم حبايبي الغاليين. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة حلو وحادق. الكيكة دي عايزة اقول لكم ان طعمها مختلف تماما عن اي نوع كيك انتي عملتيه قبل كده. الكيكة دي لها طعم كده مميز، وهيعجبكم جدا لو انتي اول مرة تاكليها واول مرة تعمليها. طعمها روعة، هشة من جوه، مكوناتها بسيطة قوي وعندك في البيت، وخطوات سهلة وسريعة هتعملي ألذ كيك حلو وحادق. تعالوا كده نشوف مكوناتنا السهلة جدا اللي عملت معانا الكيك الجميل ده، ونقول بسم الله. أول حاجة كده هنزل ب3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عليهم الفانيليا. وأهم حاجة تكون مكوناتنا كلها يا جماعة بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش ساقعة من التلاجة علشان الكيك يطلع معاكي ناجح. نزلت عليهم بنص كوباية من السكر وضربته كويس جدا بالمضرب الكهرباء لحد ما السكر اختفى تماما، وحسيت كده ان لون الخليط افتح شوية. طبعا ممكن تستبدلي المضرب الكهرباء ده بالخلاط، بس برضو هتضيفي كل الخطوات دي تدريج، يعني مش هتحطي كله على بعضه. نزلت بنص كوباية من الزيت وخلطتها لحد ما اختفت معايا في الخليط. بعد كده هنزل بكوباية من الزبادي، والزبادي ده بقى هيديلي طراوة حلوة قوي للكيك، وهخلطه كويس جدا لحد ما احس ان الزبادي اختفى معايا في الخليط. دلوقتي هنزل بالدقيق، معايا هنا كوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهخلطهم بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده لحد ما كله يختلط ببعضه. جبت بقى المعلقة واتأكدت ان مفيش اي رواسب من الدقيق، خلطته كله بالمعلقة كده، وبدأت جبت صينية هتدهنيها دهنة سمنة كده وتبطنيها حلو، وبعد كده هتنزلي بالخليط. مقاس الصينية هنا 24، ممكن لو عندك صينية أصغر كمان تمشي. اركني بقى الصينية دي دلوقتي وتعالي نعمل الخليط اللي هيخليلي الصينية ديت مختلفة عن أي صينية كيك تانية انتي كلتيها. طبعا أنا جبت نوع جبنة، أي نوع جبنة انتي بتحبيه بس يكون كريمي. بتخففيها شوية بشوية مية، يعني تقريبا خدت مني معلقتين كبار من المية لحد ما بقت كريمية معاكي، وتقدري تصبيها على الكيك بالمنظر ده. ولو طلعت معاكي مثلا معوجة أو حاجة ما تقلقيش خالص، لأن انتي بخلة هتشكليها زي ما شفنا مع بعض كده. رشة حبة البركة على الوش، ودخلي على فرن متوسط الحرارة على الشبكة في النص. خبيزي الكيك العادي جدا، هتطلع معاكي صينية كيك بقى عايزة اقول لكم حكاية. طبعا هختبرها بخلة او سكينة، طلعت نضيفة معايا تبقى الكيكة كده استوت من جوه. هطلعها تهدى شوية، وبعد كده هبدأ اسقيها بشربات خفيف، وتبدأي بقى تقطعيها. وعايزاكم بقى تدوقوا الجمال ده، طعمه مختلف مميز. كتير منكم هيحبها لان هي مش كيكة تقليدية زي اي كيك احنا ممكن نعمله. عايزة اقول لكم ان الزبادي خلاها طرية جدا. هتحبوا طعمها لو اول مرة هتاكلوها. جربوها حبايبي وقولوا لي رأيكم ايه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.